ناس عدوا ولا ردوا. الحكاية ما بداتش اليوم، الحكاية ما بداتش اليوم ولا بدات أمس بدون الألف واللام. الحكاية بدات من سنين. القصة ممكن في مستغانم عندها مدة قليلة، لكن أنك تتعامل معها بخلفية طويلة. علاش؟ لأنك كي تجي تكرم واحد ماهوش تدير له شهادة عرفان لمجرد أنك تعترف له بجميل، لا، قد ترجع إلى ماض بناء وصقل هذيك الشخصية. يمكن هذه الشخصية لما تتنقل عبر أرجاء الوطن يكون لها عطاء، يكون لها أثر، والأثر الجميل. هذا علاش ناس بكري قالوا خير الناس عدوا ولا ردوا. احنا ولفنا وش ولفنا انه وحدة تجي تكرم بوها، وحدة تجي تكرم امها. ولفنا كذلك انه زوج يكرم زوجته. لكن برنامجنا لا يقتصر على هذا الامر برك. كاين اصدقاء، كاين جيران، كاين عمال، كاين مسؤولين، كاين. لكن انك تروح لواحد النقطة انه يلتحم عليك الناس كل قلوبهم سعيدة بيك، فرحانين بيك، لانك خلقت جو من اللحمة، تخلق جو من الفرحة، يلتحم فيها البعيد مع القريب، تتغير بعض الموازين، تكون انت فوق في مكان ممكن كان لكن بريقه يزيد، وتكون تسبب، لأن الخير له أسباب وله أبواب وله مليه. إذاعة مستغانم احتفلت ب19 سنة، ثم جاءت اليوم العالمي للإذاعة. هذا الإنسان في ظرف 4 شهور قدر أنه يزرع الفرحة في وسط عمال إذاعة مستغانم. قدر أنه في 4 شهور أن الإذاعة تصبح قبلة للمستمعين، أبواب مفتوحة أن المستمع يدخل وقت ما يحب. تجسد شعار المستمع سلطان، والسلطان شامل لازمت له مملكة. المملكة تاعو شنو هي الإذاعة. إذا من حقه يجي يتربى على عرشه هنا. والسلطان هذا كي يتربى على عرشه وشكون اللي يخدمه الحاشية تاعو. إذا المستمع أصبح سلطان بفضل هذا الشخص الذي فتح الأبواب، وعادت الإذاعة قبلة، وعادت مقصد، وعادت فرحة. حتى عدنا نسمع كل مرة مستمع جاب له طاقت، مستمع حاب يشوف فلان، حاب يشوف فلانة، يعني ارتباط المستمعين. حاب يشوف هنا، حاب يشوف حسيبة، حاب يشوف عبير، كنزة، حاب يشوف نور الدين سليمان، مولود باعلي، حاب يشوف خميستي، رضا. كل الناس عاد يجوهم. عبد السلام عشيري
عبد السلام عشيري ابن ولاية وادي سوف، رقمها الإداري 39. وإذا زدنا 3 ل9 تعود 12، وهي 12 شهر في العام. رجل دؤوب على مدار السنة. إذا قلنا 9 من 3 يعني مولود ولد كامل. وإذا قلنا 3 سنتيمن بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهر الثالث ربيعة أول. ابن ودسوف جاء بخصال الصحراء فالتقى بخصال الساحل. مستغانم والواد كأن العادات والتقاليد والكرم والجود كيف عقلية كيف ناس تقدر وتحترم وناس محافظة. كان في الأصل، لأنه في الأصل من عائلة عريقة في واد سوف، عائلة عشيري، والتربية وأخلاق، ثم إلى سلك التربية. ويا من يقدر يكون مربي، ومن التربية إلى الإعلام. تخيلوا أنك تتكون في سلك التربية ثم تذهب إلى الإعلام، من محطة إلى محطة، خدمة إعلامية وتفوق. وأينما حط الرحال كان اسمه يشاع لدى المستمع، لدى العمال، ولدى السلطات المحلية لكل ولاية. جاء المستغانم، قلنا سبتمبر، قلنا أكتوبر، قلنا نوفمبر، قلنا ديسمبر، قلنا جانفي، وقلنا فيفري. 9 ناقص 3 تساوي 6 شهور، يعني من 39 واد سوف. هذه هي المدة. وزايد 3 قلنا 12 عام يقدر ناشط. الكل فارح به. شفتوا حركة ما بين المولد النبوي الشريف ناير إلى عيد الإذاعة إلى اليوم العالمي. هو لو تسقسوه لأننا بمعرفة أكثر عليه ما يبغيش هذه الأمور. لو علم أننا رانا دايرين له هذا الفخ ما كانش يجي، صدقوني. علاش؟ لأنه يكره هذا البهرش، يحب يخدم في سترة. تشوفوه حتى في اللايفات اللي تدار في الإذاعة، يفرح يرقص، لا ما تحسوش أنه هو المدير. لكن هذه هي اللي خلقت الجو الحميمي والفرح. عبد السلام عشيري، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أترك الدموع تتكلم مع الموسيقى الجميلة نتاع رضا. والله العظيم ما كنت نتصور إذا كان البارح قلتها 34 سنة في مسار الإعلامي ما شفتش والي يجي يكرم في الإذاعة في عيدها. أعود وأقول أنكم طلعتوا لابار وقاعد تنسيستي عليا البارح، ونشوف حركة اليوم مسكينة حاجة جات في الطريق اليوم بالزقاء. وأنتم موجدين. أنا باغي نعرف عناصر المخابرات اللي معاك، وقتاش أنا نسألك وقتاش تفهمتوا كيفاش استدرجتوني بالواحد. هذوك في زوج اليوم ما يجوش نورمالمون، على خدموا وحضروا كذا وجاو أكيد. رضا نور الدين حسيبة، الآخر يطلب منا والله مورود باعلي، الحاج شفته ثاني كبير. هذه المخابرات كاملة هنا. نعم. وأنا اللي موالف ندير زعما المفاجآت للناس ونديرهم الفخ وكذا. قلت صاي، وتعاود تعيط لي في التليفون وين راك جاي طريق. وقلت لك العائلة راه هنا حابة تسمعك اللي باش نكرموها. طلعت أنت كامل، أنت بنفسك بمفردك عائلة يا خويا. بيكم أنت بمفردك عائلة، وهؤلاء كلهم أبنائك وأخوتك يا خويا. شرف عظيم هذا وكبير، والله العظيم شاهي نقول لكم رمزية الشيء أكبر مما تتوقع. قد يقول، 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 قد ي
البعض كيفاش في مدة 6 أشهر يعني قدرتوا تكونوا تعرفوا تتكرموا مدير ولا العمل اللي يبان. كاين اللي وتيرة عمله تبان بسرعة، وكاين اللي لازمك تسناه تقارع لهم يا عام عامين ويا ربي. لكن الأمر مادام أجمع عليه عمال أكيد احنا كون جا حاجة مزيفة ما يجتمعوش عليها أكيد، لكن عرفوا أن كاين أثر وكاين عمل. نتمنى أن هذا يعبر عليه أمين الفرع النقابي وممثل لجنة المساهمة السيد نور الدين بن سليمان، لأننا مهما هدرت هو عنده القبعة النقابية وتاع السيبي اللي يقدر يهدر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الحقيقة تأثرت كثيرا خاصة في هذا اليوم وهذه اللحظات في تكريم قامة من قامات الإعلام الجزائري. نستطيع أن نقول أنها قامة من قامات الإعلام الجزائري، مش غير في إذاعة واتسوف ولا في معسكر ولا في مستغانم، ولكن هذه الشخصية التي هي أمامكم قدمت الكثير للعمل الإذاعي المبدع، حتى من حيث الأفكار، حتى من حيث الإبداع، وحتى من حيث الخدمات الجليلة التي قدمها سواء للإطارات للعمال وأيضا للمستمع الكريم. فحتى أنا أرفع القبعة لهذه الشخصية ولهذه القامة العملاقة، القامة الإعلامية التي قدمت الكثير للإعلام الجزائري. أدعو زملائي ورا الزجاج، حسيبة، تواتية، هاجر، عسري، الموجودين هنا اللي راهم موجودين قاع ادخلوا الاستديو، تفضلوا ادخلوا الاستديو، عيطوا لي كاع المجموعة اللي راها كاينة تدخل الاستديو. علاش درت هذه؟ انا خليني نسالك شويه، انا قاعد غير نسمع ونسمع. وكنزه راها هي اللي راها دايره اللايف. بارك الله فيها، يعطيها الصحه. كنزه حبت تتوثق كي جات عندي بدات تتصور، قلت انا نعم هذه العائله راح نكرمها بالتليفون. وين راهي؟ المجموعه راها تلتحق. لحقوا لنا الكل تواتي، عيطي لنا المجموعه كاع يجوا. هو انا لو نجيو نهضروا انتم على عبد السلام، على بالي درك حتى الكلام تاعه تلف له خلاص. انا نحب نقول له شوف، اللي باش تقولها قولها في المباشر، اللي باش تقولوا لنا من بعد لا ما كان لاش تقولوه لنا، لازم المستمعين قاع يسمعوا لك. ونزيدكم واحد المعلومه، كاين البعض اللي يقول لك مديرهم جاهم 6 أشهر. شوفوا ماهيش قصه مديرنا، لانه انا معرفتي بعبد السلام منذ التسعينيات، منذ ما زال انا نقرا وفي اذاعه ورقله، نعرف هذا الرجل. ماهيش لا طرطاب ولا تملاس ولا حتى حاجه، لانه هو قلت لك ما هاكم تشوفوا، هو كون قلنا له ما نصبنالوش الفخ هذا ماهوش راح يجي. انا نتمنى من الدكتور الحبيب وفضة يقول شو راح تقول في موقف كما هذا. هنا تفضلي ثاني، هاجر، عبير، الحاج أمين مرشوق، تقدروا تحضروا. عسري راح شاد ابدا بالحاجه، لان هي الاولى اللي طرت فيها، يعني اخر واحده اللي جاء اليوم. معليش انا قلت الحبيب يبقى الحبيب. يلا قول الحبيب ومن بعد نروح للحاج. يلا. السلام عليكم ومرحبا بكم. الحاج انت ما تخدميش اليوم. ايه على هذيك ما نخدمش اليوم. وعيطنا لك. عيطوا لي. وانت ما على بالكش ثاني. ما على بالش انا شكاين جيت. شفتي مفاجاه. ايش رايك في المفاجاه؟ عمري لا زربحت كيما اليوم. اول مره زربحت فيه. صح كي تزلبحتي زلبيحه شابه ولا لا؟ خدمت كاع مع عمري زعما اللي قرينا اكد. شابه ولا ماشي شابه؟ شابه.
عجبتك؟ عندي جات شابه مع الصباح شابه مشيت زعما زعفانه ولا فرحانه نجحت الخطه نجحت بك انت، تسمى انت لقيتي الصدمه اللي جات فيك. عذرا اقولها على المباشر، عذرا حاجه. معليش لا كليبا لا معليش، انا بروحي والله معزاتك ومقدراتك، ربي راه شاهد وربي راه دموعك عزيزه وغاليه يا الحاج. الله يسلمك. احنا هكذا، انتما فين عزاز عليك؟ احنا هكذا برنامجنا هذا يبكي. انا قلتها للمستمعين، قلت لا تبكوا، كل ثلاثاء نبكوكم. علاه نبكوكم بالفرح في بالبارح الحبيب وفضه، وانا الشيخ وحرز تروح منا وارواح بكري وكذا. شا تقولها الحبيب؟ اولا شكرك اخي محمد خميسي. هو من شيم الرجال اسداء واجب العرفان والتقدير للذين اخلصوا، للذين قدموا شيء يعني لهذا الوطن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أسدى لكم معروفا فكافئوه. أكيد. نعم. إذن ومن هذا الواجب أعتقد أنه هذه الالتفاتة طيبة مباركة، صح هي رمزية ولكن دلالتها عميقة وقوية جدا، يعني لأنه تعلم أنه الرجال الذين أخلصوا لهذا الوطن وقدموا شيء لهذا الوطن هم فعلا مخلصون، هم يضيفون اللبنة التي تجب من أجل خدمة هذا الوطن. وأعتقد أن الأستاذ عشيري عبد السلام ليس فقط لأنه معنا ولأنه مسؤول أول على هذه المؤسسة، ولكن لأنه قدم الكثير. هو كان دائما يحكي لنا على تجارب مهمة جدا. أنا كنت دائما أتوقف عند تجاربه في الحياة. تصور أنه حسه المهني والإعلامي يرافقه أينما حل وارتحل. تصور أنه في الكثير من الأحيان هو يذهب في زيارات يعني خارج العمل، زيارات غير يعني يكون في عطلة في كذا، ولكن الحس المهني هذاك يرافقه، يعني شغف يعني المهنة يرافقه أينما حل وارتحل. ربما في الكثير من الأحيان حتى يعني الالتزامات العائلية موش يتخلى عليها، ولكن ربما أنه هذاك الحس الإعلامي المهني يخليه دائما يبحث يكدا يضحي. نعم تضحية. وأعتقد أنه هذا الناس يجب أننا نكرمهم، هذا الناس يجب أننا نقف معهم، هذا الناس يجب أننا نعترف لهم. شكرا لك الحبيب. نعم. توتيه. أنا أختصر كلمة في حق السيد. ماذا بيا تختصروا؟ لأنه نختصرها في حق السيد عبد السلام عشيري في كلمتين برك. نقول يعني رغم هكا يتنرفى منا وخطرات تخلط عليه وكاع، بصح يعني قلبه كما نقولوا أبيض من الحليب وأطيب من السكر. خلي السكر. يلا هنا دودان. صباح الخير عليكم. انا ما عنديش بزاف ملي جيت لهنا الاذاعه مستغانم، عندي واحد 4 موا. بصح الحاجه اللي فرحت بها انه جيت لقيت روحي في اذاعه وين المسؤول نتاعها انسان طيب وإلي جوست افيك تو الموند، يعني عامل كل الناس بنفس الطريقه، ما يفضلش هذا على هذا، وانسان محترف إلي بروفيسيونيل ويقادر العمال. هذا الشيء إلي تري امبورطون انه المسؤول يكون يقادر العمال، ما يتعدى على حقوقهم، وإنسان طيب من الجانب الإنساني. هو إلي تري امبورطون انه المسؤول يكون من الجانب الإنساني متفهم وكومبريهنسيف. نحب سعد طيب. فوالا شكرا إنسان طيب. هاجر دهيني. صباح الخير عليكم كل المستمعين. صباح الخير محمد خميسي. صباح الخير لكل الزملاء وعلى رأسهم السيد مدير المحطة. وعلى كلامك لحقت لا طاقت وفيها اسم عبد السلام عشيري. أنا قلتها ونعاود نقولها، قلتها في عيد الإذاعة 19، قلت باللي منذ أن وطئت قدماه محطة إذاعة مستغانم يعني شفنا واحد الجو أسري، جو أخوي، الحمد لله رانا نخدمه بأريحية، يعني ما نحسوش باللي راه مسؤول علينا ولا نحسوا باللي زميل وأخ. الحمد لله والله رانا نخدمه كل أريحية. نتمنى له إن شاء الله يعني هو يكون نفس الشعور يبادله لينا. لا راكي شاكه ولا لا دخلك الشك كنزه. نقول لك ان شاء الله دمت متألقا. كنزه نبي.
إذا أقول في كلمتين فرصة سعيدة أن لدينا مدير محطة عبد السلام عشيري. طبعا هو قامة إعلامية ممتازة في الجزائر، ولنا شرف بمستغانم أننا لدينا هذا المدير بالمحطة. احنا نتمنى له إن شاء الله مسار ناجح، وإحنا نقول له أننا سنكون يد واحدة معك. دمت متألقا وناجحا سيدي المدير. سفيان بوصوف، توحشناك ورجعت. يلا. شكرا زميلي خميستي السيد عبد السلام عشيري، نشكره بزاف وهالانتفاضه طيبه من طرفكم. والسيد عبد السلام عشيري معليش نهضر باللغه شويه هكا. هضر كيما بغيت. المشاعر ما عندهاش لغه بعد. مولا ميدان، انسان طادير، حسنا باللي كزميل وليس كمدير. نعم. نشكره بزاف وهذه واستان براف نعم. براف في عامل. محمد رضا عديدي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، صباح الخير عليكم. لكل الزميلات والزملاء كذلك. التفاتة طيبة من فريق العامل على هذه الحصة، خاصة خميستي اللي جيت سعيد بهذا لأن كنت شاركت في هذا المشروع. انتوما انا منشط حصة، انتوما اللي درتوا كلش. وكانت الفكرة بدات البارح باش نقول لك هكذا سيد المدير. انت كيف وفقت وما وفقتش. جيت دخلت لقيت عندك في المكتب. عندك في المكتب. احنا كنا نحاولوا نعرفوا الناس. كي قلتوا لي سمعتنا ما سمعتناش. هذاك تم بنيناها. هذاك وين كنا انت. احنا باش يعرفوا المستمعين، احنا كنا مريحين في المكتب تاعو، وهو يعني المكتب تاعو مقسوم. احنا ما عدبناش باللي راه لداخل، عدبنا خرج. احنا كنا نهضروا قلنا له رانا كنا نمنشروا فيك. هو بالعاني احنا علاش قلنا نمنشروا فيك؟ باش ندوه الموجه بعيده باش ما يشكش. شا قلتوا عليا؟ قلنا له احنا قلنا ذبحناك بموس حافي. هذه هي. هدرنا تاكدنا باللي ما سمعش الهضره، خلاص نجحت الخطه. نجحت والحمد لله راهي نجحت. وكزميل وكأخ السيد عبد السلام عاشيري رجل ميدان اللي كما شفنا غير دروك الان كان حاكم الفيديو ويصور كنزه باش تبان. طبعا نعرفوا باللي يحب العمل تاعو ودائما يدعمنا، والحمد لله مازلنا نزيدوا نتعلموا على السيد عبد السلام عاشيري. يعطيك الصحه ان شاء الله دائما متألق باذن الله. عسري مرزوق. عسري اليوم بدل الدفه ودخل. السلام عليكم. نعم. عندي 3 كلمات نقولهم. قول. الله يرحم الكرش اللي جابتك، والله يرحم الام اللي رباتك، وانت راجل فحل. بارك الله فيك. خلاص خليهم 3 كلمات. شكرا لك. اذا شوفوا حتى الكعكه اطارت هذه جات حمراء مكتوبه بالابيض عبد السلام عشيري بالشوكولاته، يعني إنجاز سريع. كذلك في هدية. أنا إذا استسمحت زملائي أن الحاج العروي تقدمها للمدير. تفضلي. أعطي له. أرواحوا قاع موراها. إذا نحن رانا لايف. عسري قلت له خلي الكونسول ونروح. يلا حتى اللي راهم يصوروا كنزة، محمد رضا عديدي، هاجر، كل هنا أروحي منا هنا، أروحي ادخلي منا هاكي. أروحي فينا. تواتية. أي. يلا فيه ضيف جاء، يعني لما سمعوا هذه شكون اللي جانا؟ يعني الحمد لله. عليك السلام. مرحبا بك. تفضل. نقدروا نتعرفوا عليك؟ تفضل. السلام عليكم. نهاركم مبروك. شكون معنا؟ معكم شوالفية سيد أحمد. أهلا بك. الله يبارك فيك. أنا عجبتني المبادرة، سمعتكم هاي كبرت فيا. ماناش وحدنا احنا والله غير شرفنا. ماناش وحدنا. بارك الله فيك. ماناش وحدنا. ها هي مستغانم. خير ان شاء الله.
في مثل في السيشوار فيا. سمعتكم هي تشوف الفيديو. الله يبارك فيك. قول للناس. سمعتكم تقدموا في التشكرات لسياده المدير. نعم. كبرت فيا والله العظيم غير بارك الله فيك. وجايب معاه ثاني الحلويات تاعو. افتحيها لنا نشوفها. نسيتي هذا والله. وهذه المبادره كي شغل تاع دخلت خرجت غير باش نلحق بهذا السبحان. شكرا لك. شكرا لك. فيكم خير راك خمست معايا مفاتيح. مازالت الدنيا مازالت ان شاء الله. السيشوار فيا منين انت؟ منين في مصغان؟ مسرة. هاي. الله يبارك. ناس مسرة جاونا وسمعوا المبادرة معناتها ماناش العمال فقط. الله يبارك فيك. السي شوارفية كأنه يمثل مستغانم كامل. للشرف العظيم. بارك الله فيك. ربي يجازيك. يعطيكم الخير ان شاء الله. شكرا. يبقى اني نقول لكم قبل ما نعطي الكلمة الأخيرة لعبد السلام، عيطوا لنا لأن ما زال فيه عائلة اعتذرت على الحضور، في عائلة من تجديد اعتذرت. عاوثاني كذلك مستمع الأخير. تفضل رئيس. تفضل الرئيس. رئيس بلدية بودينار. يلا مرحبا به. اعتذرت هذه العائلة وفي عائلة بقات لنا ولا زوج، إذا أبدوا اتصلوا بنا باش نسجلوكم وشكون اللي راح يجي. السيد رئيس دخلنا للبيرو انا وياك قلت لك راه عندي شويه خدمه. رئيس بهم داير لي فخ تكريم. السيد رئيس بلدية بودينار، واش تقولنا للتكريم هذا المدير؟ ربي يوفقك معكم ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك ربي ان شاء الله وربي يكون معكم كاع ان شاء الله. سي عبد السلام اختمها لنا. انا اختمها. امين امين ارواح قولها معايا. شاد قلنا انت امين ثاني البارح طرت فيه ونورمال. يلا انا النهار الاول في الاجتماع قلت لكم يلا بسرعه. امين بسرعه. هو يقولها. قلت لكم في حاجه واحده اللي تاع هذيك تاع كي نطير غير 2 دقائق عاود ولي. فوالا 2 دقائق عاود ولي. شكرا. خميستي كاين ايضا 25 سنه تقريبا في الغرب الجزائري. كثير من المستمعين راهم يعرفوا هذا الاسم عبد السلام عشيري، واكيد الكثير منهم عندهم حنين. انا نقول لكم بارك الله فيكم. شوف كل شيء تذهب المناصب والمكاسب، يبقى الاثر. يبقى الاثر، يبقى القلب. نعم. بارك الله فيكم. شكرا لكم.